تاعو يعطيه هذاك الهدوء. اونيكا سيسدد ركلة منتخب نيجيريا. شكون هذا؟ وسجلها اونيكا، يسجل لمنتخب نيجيريا. مهم جدا تسجل اول ركله امام حارس كبير هو الحارس بونو عمار. هذا من الناحيه النفسيه اللاعبين تاع نيجيريا من الناحيه النفسيه ممتازه جدا. سجل ولا المغاربه حتى يشوفوا الحارس تاعهم مره واثنين. سجلها بطريقه رائعه. الآن اللاعب البديل اللي دخل في شوط المباراة الثاني للمنتخب المغربي، دخل في الخط الأمامي، راح يكون فيس تو فيس، وجه لوجه مع حارس المنتخب شكون المغربي. شكون دوزيام؟ إيغامان المهاجم رأس حربة اللي دخل في مكان المهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي. ضيع، واش قلت لك، ركلة الجزاء. المغرب يضيع ركلة الجزاء. شوف ملعيك بزاف. قال لي باللي يضيعها. حنا الحكم عنده ما يدير يا أخي، ما يقولوش عاودها. لا يعاودها. واش براين تحب نروح؟ هذا واش قلت له لسعيد. دوكا عندك لا بوسيبيليتي باش الكارديان يخرج يدير ان بال قدام. ليسونسيال رجلك الدوزيام تكون دائما في الخط. تكون دائما في الخط، لذلك نظن باللي عندك لا بوسيبيليتي باش تتحرك. سددها بطريقه سيئه عمر بطريقه سيئه، وكانت خارجه اصلا، وزاد يعني اصيراها الحارس موبالي. بالضبط. هنا شخصيه اللاعب، كاين لاعب عنده شخصيه ويتحكم في هذه الامور، وكاين لاعب يخاف، يشوف الجمهور، يشوف المسؤوليه كذا يخاف. دوكا دور بونو لازم دركا على الاقل هذه الركله او الركله القادمه لازم يشدها، باسكو كنت تفوت ركلتين نظن باللي شوف تحرك بونو عند التسديد. بونو اللي كان يجبد في دوبا. منتخب نيجيريا يضيع. واديمولا لقمان، لا ماشي اديمولا، هذا اللاعب قلت لك يا عمار انا كي شفتو دخل في دقيقه 119، كي شفتو دخل في دقيقه 119 قلت لك يا عمار اللي يدخلوا في دقيقه 119 باش يتيروا ركله الجزاء 90% يضيعوا، وراه ضيع تشوكويزي. دوكا بونو عاود رجع للمنتخب المغربي، ضيعها برا ولا جبدها بونو، عاود رجع سددها بطريقه وكانه راه يلعب في يعني في حومته عمار. لا ماشي هكذا، غير مقبول تماما تسدد بهذه الطريقه. دار له تمرير، هذا ماشي تسديد. واللاعبين تاع المنتخب المغربي كلهم توجهوا عند اللاعب اللي يضيع، يعني باش يرفعوا المعنويه تاعو. الان ركله بركله، كان رجعوا 0-0 دركا. بن صغير سيسدد الان لصالح المنتخب المغربي في هذه سلسله ركلات الترجيح، ويسجل. مهم جدا تسجل الان من الناحيه المعنويه. دركا الثقل كلش ضغط كبير جدا على لاعب نيجيريا. اكيد سجل ماركا. ضغط كبير جدا الان على لاعب نيجيريا اللي راح يسدد. لو يسجل يعاود يعني يرجع الامور الى نصابها، لو يضيع نقدر نقولوا انه بنسبه كبيره صح المغرب هو من سيبلغ نهائي كأس افريقيا. حتى بن صغير سددها بطريقه رائعه، راح معاه نوابالي لكنه لم يتمكن من صد هذه الكره. كانت ركله مهمه جدا لبن صغير، سجلها بطريقه مميزه بطريقه رائعه. زوج ركلات ناجحه لصالح المغرب، ركله واحده ناجحه لصالح نيجيريا في انتظار تسديد الركله. باشيرو لاعب اللي دخل في شوط المباراه الثاني، لاعب رقم 10، سوف يسدد في هذه اللحظات أمام صافرات الاستهجان ل 65 ألف متفرج، ويسجل باشيرو يسجل، والنتيجة متعادلة عمار. هكذا هدت الأمور. 3-2 ضيعوا واحدة. دوكا الأمور هي هدأت شوية. دوك مازال لهم دو تير منا. وهنا ضغط كبير للاعب المغربي. الضغط على اللاعب المغربي. هنا اللاعب المغربي اللي راح يسدد ضغط كبير جدا عليه، وأشرف حكيمي. تسديدة الرابعة. كطريام وعلى التسديد الرابعة لأشرف حكيمي. ننتظر نوابالي من جهة، حكيمي من جهة، فيس تو فيس. نوابالي يعرف حكيمي جيدا بطبيعة الحال، حكيمي عنده الخبرة طبيعة الحال اللي يقدر يسير هذه الأمور، لكن ركلة الترجيح ما تكفيش الخبرة، فيها التوفيق، فيها الحظ، فيها مهارة الحارس. ننتظر تسديدة حكيمي. سجل حكيمي لصالح المنتخب المغربي. مهمة جدا هذا الركلة اللي سجلها. الضغط يرجع المنتخب النيجيري، وهنا الضغط على نيجيريا. هنا نيجيريا نقدر نقول أنه في هذه الضربة اللي يغلط يدفع الثمن مباشرة بطبيعة الحال. وتسديدة أشرف حكيمي سجلها عمار بطريقة رائعة، الحارس من جهة، نوابالي وحكيمي من جهة أخرى. سواء اللاعبين تاع المغرب بدلوا الجهة كما أشرف حكيمي اللي هو معروف يلعب في البي اس جي، ولا نوابالي هو اللي ربما ما درس هو والطاقم الفني أين يسدد اللاعبون تاع المنتخب. حكيمي يلعب في ضغوطات أكبر من هذه، يلعب لك الشامبيونز ليج، يلعب يعني مباريات في لا كوب دي موند، هذه بالنسبة له يعني. والآن ضغط رهيب جدا على برونو. ضيع بنسبة كبيرة المغرب في نهائي كأس سجلوا خلاص سجلوا خلاص. نعم، وقدم مباراة كبيرة. الظهير الأيسر اللي قدم مباراة كبيرة ضيع أمام بونو في ركلات الترجيح في مباراة النصف النهائي اللي تجمع حاليا بين المنتخب المغربي ومنتخب نيجيريا، والحارس هو اللي صدها. حتى طريقة التسديد غريبة جدا عمورة، طريقة التسديد وكأنهم يتدربون في حصة تدريبية. شفت اللاعب اللي ضيع التسديدة اللي هو تشيكويزي، وهذه التسديدة للاعب الظهير الأيسر، تسديدات
يعني غريبة. والمنتخب المغربي يسجل الركلة ويتأهل رسميا إلى نهائي كأس إفريقيا، وسيواجه منتخب السنغال، والمهاجم النصيري يسجل الركلة الأخيرة عمر عمورة نهائي السنغال والمغرب. كما داروا من الاول، انهم داروا ملي المنتخب المغربي ما يلاقيش المنتخب السنغالي الا في النهائي، نظن بلي المنتخب المغرب والسنغال في النهائي راح نشوفوا ممكن مقابله لا باس بها من كافه النواحي. وهارد لك لمصر ونيجيريا، ومبروك للمنتخبين اللي راح يلعبوا النهائي، ونظن بلي كان منتظر عند الكثيرين النهائي هذا. نهائي قوي بين السنغال والبلد المنظم المغرب في هذا المباراة، لأنه السنغال حتى منتخب قوي جدا عمر عمور، والمغرب أيضا في هذه المباراة من الناحية التكتيكية كان منظم جيدا فوق أرضية الميدان وغلق، لأنه تشوف أنت لاعب كما أوزيمان ما لحقاته أي كرة، مرة جانبا. احنا علاش قلنا مفاتيح اللاعب في نيجيريا؟ ربما أنت ما تسجلش، لكن إذا غلقت كما غلق اليوم المنتخب المغربي على مفاتيح اللاعب، لقمان اليوم كان أوت وزاد ضيع، أوزيمان كان أوت، آدامز كان أوت، واش يقعد الدفاع تاعهم صلب يصعب لك المهمه ويقعد وسط الميدان. لكن انت كي تغلق عليهم، تغلق على لقمان، تغلق على ادامز، اوزيمان، صح تروح 0-0 لكن عندك حظوظ كبيره باش تربح. صح، حتى اغراد وماسينا والعيناوي داروا مقابله كبيره، خاصه العيناوي تكتيكيا. الثلاثي هذا هو اللي يقدر يكبح قوه المنتخب النيجيري، وهو الثلاثي الخطير تاع من لقمان، ادامز واوسيمان. ما شفناهمش حتى ب 30% من الامكانيات تاعه. لذلك نظن المنتخب المغربي عرف كيفاش يلعب المقابله من الناحيه التكتيكيه، والمنظومتين الدفاعيتين تاع نيجيريا وتاع المغرب كانوا ممتازين، حتى المنتخب النيجيري كذلك كان ممتاز دفاعيا. نظن المقابله كانت مهيئه لان تروح لضربه الجزاء. نظن بونو تاع المواقف الكبيره كما هذون، نظن مع اسبانيا من بين احسن اللاعبين اللي نفذوا ضربات الجزاء، وفي لاكوب دي موند نظن بلي بونو كان بالمرصاد، واليوم كذلك نظن بلي بونو هو اللي اهل المنتخب المغربي الى النهائي. والمنتخب